السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. النهاردة أنا بعمل الفيديو ده عشان أدردش معاكم شوية، وعشان أقول لكل الناس الجميلة اللي متابعاني إني هستقبل أسئلتكم في التعليقات، وهعمل لها حلقة منفصلة إن شاء الله وأجاوب عليها بناء على طلباتكم. وبصراحة اقتراحكم بالفكرة دي عليا كان اقتراح رائع، لأني للأسف مش هقدر أرد على التعليقات زي الأول، لأن ما شاء الله العدد زاد جدا وعناية الحمد لله ما بقتش تتحمل النظر كتير في الموبايل، والرد بياخد وقت طويل طبعا قدام الشاشة، فعناية ابتدت تتعبني وشعور بصداع، ولقيت نفسي مش عارفة اصور حتى حلقات جديدة بسبب الارهاق من متابعة التعليقات مع شغل البيت والمسؤوليات التانية اليومية. ففكرة الرد على الأسئلة في حلقة لوحدها دي اعتقد هتسهل عليا الامر شوية. تخيلي مثلا انا عشان اكتب تعليق من 100 حرف واحيانا بكتب تعليق من 500 حرف وممكن اكتر على مدار اليوم، بقى اضربي في 20-30 تعليق، يعني ممكن اكتب اكتر من 2000 حرف في اليوم وانا قاعدة. ده غير البوستات اللي بتنزل على صفحتي في الفيسبوك والمنتدى بتاع اليوتيوب، ومع كل حرف عارفة عينك بقى بتفضل رايحة جاية يمين وشمال وفوق وتحت على الكيبورد ودواير. فانا بقالي سنين بجهد عناية بالطريقة دي لان دراستي كانت كلها على الكمبيوتر، فكتبت ملايين الحروف على مدار سنين عمري. فخلاص يعني حسيت عناية بتقولي حرام عليكي وارحميني بقى كفاية. فهجمع كل فترة ان شاء الله مجموعة من الاسئلة اللي هتتكتب لي في التعليقات وهرد عليها بالفيديو علشان الكل يستفيد. بس في اسئلة هينفع اجاوب عليها وفي اسئلة مش هينفع اجاوبها. يعني مثلا بلاش اسئلة عن بياناتي الشخصية، تليفونك، عنوانك. طبعا زوجي رافض تماما التواصل على الخاص او على التليفون مع اي حد من على النت، وما اقدرش اخالفه، طاعة الزوج فرض والا هيقفل لي القناة. كمان الأسئلة ما تكونش في الفتاوى، لأن الفتاوى دي من اختصاص العلماء ولازم يسمع سؤالك منك بنفسه، وأحيانا بيضطر إن هو يسألك في حاجات جانبية عشان يقدر يصدر لك فتوى صح تمشي مع ظروفك. فمش أي حد تلجئيله علشان يفتيكي، لازم عالم كبير عنده دراية بالفقه كله وباختلافاته ومقارناته، حافظ الأحاديث كلها بأساندها بتخريجها، يعني عالم يا جماعة. فأنا لا أصلح طبعا للمسؤولية دي، فأنا هنا زي أختك، نحكي مع بعض، أشجعك، أحفزك، أساعدك، أذكرك بنصيحة، أذكرك بالله عز وجل. لكن تحليل وتحريم ما أقدرش أتحمل المسؤولية دي. وبكره جدا الفتي والتأليف بغير علم، والشيء بالشيء يذكر. اوعي تطلبي فتوى على جروبات الفيسبوك بتاعت البنات العادية اللي بتحلل وتحرم على حسب اللي هي شايفاه صح، مش على حسب أوامر الله عز وجل. مش أي نقاب ولا أي لحية ولا أي عمامة تشوفيها على السوشيال ميديا تسأليها عن فتوى، عشان الظاهرة دي منتشرة جدا وبتعصبني. بدخل الجروب من دول لمجرد انه بيحمل اسم اسلامي تفتكر انها دخلت مشيخة الازهر. بلاقي واحدة كاتبة سؤال طالبة فتوى ومفيش اي عالم في الجروب اصلا، وبلاقي 1000 واحدة في التعليقات رد عليها، كل واحدة بقى كاتبالها رأي شكل وكلهم غلط. يعني ممكن الاقي واحدة ولا 2 اللي ردين عليها صح، وبلاقي الباقيين نزلوا فيها سلخ وجلد وشتايم. ما هي الفتوى مش عاجباهم، كأنها نقلة الفتوى دي من أجندة باباها مثلا، فهيفتوكي غلط ومش هيدوا لحد الفرصة انه يساعدك توصلي للفتوى الصحيحة. حتى لو اخت يعني على خير وعلى علم كتبت لك فتوى، هتلاقي 1000 واحدة بتكذبها وبتشككك في الفتوى دي. فاوعي تلجئي للعوام في الفتاوى. كان في جروب عامله الشيخ سامي السرساوي ربنا يحفظه، هو عالم فاضل من علماء الازهر الشريف وعضو في لجنة الفتوى، فكتر خيره بيقطع من وقته عشان يجاوب علينا في الفتاوى. وده عالم ازهري وموثوق في علمه على فكرة، وفتاويه كلها بتعتمد على القرآن والسنة الصحيحة. بلاقي بنات داخلين يأوحوه ويجادلوا معاه ويناقشوه في الفتوى، ومش بيناقشوه علشان يفهموا ويتعلموا. يعني عارفة انا ممكن اسأل الشيخ عشان افهم، لكن دول بيناقشوه عشان يعرضوه. واللي تكتب له لا ازاي، طبعا ما ينفعش الكلام ده. واللي تشوشر على البنات برأيها وفتواها اللي من دماغها، يعني داخله مش عشان تتعلم، داخله تمسح علمه باستيكه وتقول للجروب انا اللي صح مش الشيخ. طب انت حضرتك درستي ايه؟ ولا قرأتي كام مجلد في الفقه ولا الاحاديث عشان تنكري رأي عالم زي الشيخ سامي؟ انت يا بنتي ما وصلتيش لربع علمه. انا لو قلتلك سمعي الفاتحه هتسمعيها غلط، لو قلتلك اشرحيها لي مش هتعرفي. فبلاش تطلبوا فتاوى من العوام في الجروبات. هحط لكم لينك جروب الشيخ سامي السرساوي في التعليقات، بيرد على الفتاوى في الجروب، هو عامل الجروب مخصوص علشان يرد علينا على الفيسبوك. وفي كمان صفحة للشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه، بيعمل فيها كل يوم تقريبا بث مباشر، بيستقبل أسئلتكم في التعليقات وبيرد عليها فورا وهو معاكم قدام الكاميرا. ففتاوى هنا في قناتي بلاش، أحسن ليكم وليا.
امال نسألك في ايه يا ام كنزي؟ اسأليني في مشكلات، مثلا مشكلة اجتماعية عائلية، حاجة مضايقاكي في اخلاقك عايزة تظبطيها ومش عارفة، حاجة صعبة عليكي في العبادات وعايزة اللي يشجعك عشان تعمليها وتلتزمي بيها، مشكلة مع اصدقاء، مع قرايب، مع اهل زوجك، مع حماتك، مع جارتك. يعني اعتبري نفسك بتتكلمي مع اختك. وطبعا ممنوع منعا باتا الاسئلة الخاصة بعلاقة الفراش الزوجية بين الزوج وزوجته. ما تكتبيش اي حاجة تخص الموضوع ده في التعليقات، لان مش كل حاجة ينفع تتقال لأي حد، واحنا هنا على العام، كل الناس سمعانا وشايفانا كأننا في التلفزيون. ففي وسطنا أطفال بنات وولاد متابعين قناتي، فننقي الموضوعات المناسبة ونتكلم فيها عشان ما يكونش فيه إحراج ليا ولا لأي حد من المتابعين. وهستنى أسئلتكم إن شاء الله في التعليقات، واستنوا الإجابة عليها في حلقة منفصلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.